بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا طلاب الاعزاء، طلاب الصف الثالث الاعدادي مع حل محافظه البحيره. السؤال الاول بيقول لي اجب عن جميع الاسئله، صوب ما تحته خط. تفرز الغده الدرقيه هرمون ايه الذي يعمل على ضبط مستوى الكالسيوم؟ طبعا الكالسيتونين. في الوساده الهوائيه تتحلل ماده ازيد الصوديوم عند حدوث انخفاض سريع ومفاجئ، يبقى بدل هيدروكسيد النحاس ازيد ايه الصوديوم. تنحل معظم كبريتات النحاس عند تسخينها الى اكسيد النحاس، كبريتات النحاس اهي، الى اكسيد نحاس وغاز ثالث اكسيد الكبريت. غاز ثالث اكسيد ايه يا اولاد؟ كبريت. اذكر صفتين تنتقل من جيل لجيل. دي الصفه الوراثيه زي صفه لون العينين، لون الشعر، عدد الاصابع. وصفه تكتسب بالتعلم زي قياده الدراجه وتعلم اللغات. احسب الشغل المبذول لنقل كميه كهربائيه. مقدار الشحنه بكام يا ولاد؟ كاف ب 30، فرق الجهد ب 12. يبقى انا عاوز شغل، هقول له بيساوي كاف في جيم. كاف بكام؟ 30 في 12 ب 100 وكام؟ 300 وكام؟ 360 جول. النقطه اللي بعد كده يا ولاد على بركه الله تعالى بيقول لي فيها السؤال جيم، بيقول لي ادرس الشكل ايه؟ المقابل. تمام؟ ادرس الشكل المقابل ثم اجب. هنا معي كربونات النحاس. كربونات النحاس ادتني ثاني اكسيد الكربون، يبقى يتبقى ايه؟ اكسيد النحاس. خرسين مع حمض الهيدروكلوريك اداني كلوريد الخرسين وهيطلع مين؟ هيدروجين. هيدروجين ده هيصطدم باكسيد النحاس، هيطلع يترسب النحاس، ده اكسده واختزال، وهيخرج ايه؟ الماء. اكتب الصيغه الكيميائيه لكل من ايه؟ يبقى دي ايه؟ اكسيد النحاس. طب وبي؟ بي دي يا استاذ اللي هو الهيدروجين. 2. وضح نوع التفاعل في رقم 3، ده اكسده ايه؟ واختزال بين A و B، مع كتابه اسم الناتج. هنا اسم الناتج راسب احمر من النحاس. السؤال اللي بعده بيقول لي اكمل العبارات الاتيه. اكمل العبارات ايه الاتيه. الف، كميه الكهرباء المره عبر مقطع موصل 10 اوم، يبقى انا كده معايا المقاومه ب 10 لمده دقيقه، يعني معايا الزمن ب 60. تمام. واحد، عند توصيله بمصدر كهربي فرق الجهد ب 20. فرق الجهد بكام؟ ب 20. إذا الكمية هتساوي كام؟ أنا عارف إن الكمية بتساوي شدة التيار في الزمن. الزمن ب 120. طب شدة التيار أقدر أجيبها، إن شدة التيار بتقول لي شدة التيار بيساوي إيه؟ شدة التيار بتساوي فرق الجهد على المقاومة. فرق الجهد بكام هنا؟ فرق الجهد ب 20 والمقاومة ب 10. 20 على 10 فيها الاثنين، يبقى شدة التيار ب 2 أمبير. 2 في 120، 2 في كام يا ولاد؟ في 60. معلش الزمن ب 60. 2 في 60 ب 120 كولوم. ب 120 ايه؟ كولوم. الوحدة الدولية لقياس الإشعاع الممتص يسمى ايه؟ سيفرت. طب المعادلة دي كربونات الصوديوم مع حمض الهيدروكلوريك هيديني كلوريد الصوديوم وماء وغاز ثاني اكسيد ايه؟ الكربون. النقطة اللي بعد كده بيقول لي من الشكل المقابل. من الشكل المقابل. من الشكل يا ولاد المقابل وضح الآتي. الشكل المقابل وضح الآتي. تفكك خامس أكسيد النيتروجين. اكتب المعادلة. خامس أكسيد النيتروجين 2NO5، ده خامس أكسيد إيه؟ النيتروجين. بيتفكك لإيه؟ بيتفكك لثاني أكسيد النيتروجين وغاز إيه؟ الأكسجين. ما النسبة بين تركيز الأكسجين وثاني أكسيد المنجنيز؟ ثاني أكسيد المنجنيز طالع هنا في الرسم بكام؟ ب 32. تمام. والأكسجين طالع بكام؟ ب 8. هقسم 8 على 8 فيها الواحد. طب 32 على 8 فيها 4. يبقى تبقى بنسبة 4 إلى 1. ادرس الأشكال الآتية ثم أجب. ادرس الأشكال الآتية ثم أجب. ألف، أمامك موصلات، حدد اتجاه انتقال الشحنات. طبعا الشحنات تنتقل من صاد لسين، من الموجب للسالب. هنا لديك أعمدة متماثلة، يعني كلهم قد بعض. ما قراءة الفولتمتر في واحد؟ هنا المؤشر مدي 2، يبقى أقول له 2 فولت. طب
الفولتميتر في 2، العمود ده كده العمود ده كده، يبقى معنى ذلك ان 2 فولت، يعني قوه العمود هنا ب 2، يبقى ده هقوله ب 2 فولت، وده ب 2 فولت، وده ب 2 فولت، وده ب 2 فولت، وده ب 2 فولت. الاتنين دول متوصلين توازي، يعني الاتنين دول هاخد منهم واحد، والاتنين دول هاخد منهم واحد، يبقى دول 4 فولت، ومعاهم واحد متوصل توالي ب2، يبقى ده ب6 ايه يا اولاد؟ ب6 فولت. عذرا على السرعه، بس عشان نكتسب وقت في حل ايه؟ المسائل اللي قدامكم. النقطه اللي بعد كده يا اولاد، النقطه اللي بعد كده بيقول فيها ايه؟ ادرس الشكل الذي امامك. دي الغده الكظريه، طبعا اسم الغده ايه؟ الكظريه. ما اسم الهرمون اللي تفرزه؟ الادرينالين. ده بيعمل ايه يا بابا؟ ده المسؤول على الاحساس والعواطف عند التعرض لموقف مفاجئ، الخوف والفزع والفرح والسرور، ويضبط الكلام ده بداخل جسم ايه؟ الانسان. استخرج الكلمه الغير مناسبه. فولتميتر، اميتر، اوميتر، امبير. طبعا امبير، لان دول اجهزه لكن ده وحده قياس. اكسيد الزئبق، نترات الصوديوم، اكسيد النحاس، كبريتات النحاس. لا، اكسيد النحاس هو الغلط، ان مش معانا في تفاعلات الحرارة. نحاس، حديد، كالسيوم، باليريوم. طبعا النحاس ان دول انشط منه في سلسله النشاط الكيميائي، بينما النحاس يلي ايه؟ الهيدروجين. النقطه اللي بعد كده يا اولاد، من الشكل المقابل، استبدل ببرادة الحديد، يعني هشيل برادة الحديد وأحط قطعة حديد لها نفس الكتلة. معدل التفاعل طبعا إيه؟ هيقل، لأن مع البرادة التفاعل بيتم مع الأجزاء الداخلية والخارجية، بينما مع القطعة هيتم مع الأجزاء الخارجية فقط. كمية الغاز المتصاعد طبعا ما هو نفس إيه؟ الكتلة لم تتغير. وضع على أسس وراثية، وضع مع تفسير علمي نسبة ظهور الشعر المجعد في الأبناء عند تزاوج فردان نقيان، احداهما يحمل شعر مجعد والآخر يحمل شعر ايه؟ ناعم. طبعا احنا هنحلوها بشكل ايه دي؟ بشكل تفصيلي مع بعض يا اولاد، وان شاء الله كل شيء هيكون على ايه؟ على ما يرام. هقول طبعا الشعر المجعد ايه كابيتال، ايه كابيتال، شعر الناعم ايه سمول، ايه سمول، ده الاباء بيرنس. نعمل الجامعات ايه كابيتال، ايه كابيتال، ايه سمول، ايه سمول. نبدا التزاوج، تبقى ايه كابيتال، ايه سمول، ايه كابيتال، ايه سمول، ثم ايه كابيتال، ايه سمول، ثم ايه كابيتال، ايه سمول. هيظهر طبعا بنسبه 100% ايه؟ سائد، بنسبه 100% سائد ايه؟ غير نقي. طب الشكل اللي بعد كده في الدائره الكهربائيه، في الدائره ايه؟ الكهربائيه. مالها في الدائره الكهربائيه يا استاذ؟ بيقول لي اذا كانت قراءه الامبيتر ب5 امبير، يعني انا معايا كده قراءه الامبيتر بكام يا ولاد؟ امبيتر ب5 امبير، يعني شده التيار ب5، وقراءه الفولتميتر فرق الجهد ب20. تمام. عند تحريك الزالق اصبحت قراءه الاميتر بكام؟ ب8. الاميتر اللي هو مين ده الاميتر يا اولاد؟ اللي هو الجهاز اللي بقيس بيه، يعني بكام كده؟ ب8. ماذا حدث لطول السلك؟ يعني شدة التيار زادت، معنى ذلك ان طول السلك قلت، وبالتالي المقاومة بتقل، لان عندما تقل المقاومة هيزداد ايه؟ شدة التيار الكهربي. احسب فرق الجهد بين طرفي المقاومة الثابتة بعد تغيير قيمة الريوستات، بعد تغيير قيمة ايه؟ الريوستات. طب تعالى كده نحل، نقول احسب فرق الجهد. انا عاوز ايه؟ فرق الجهد. فرق الجهد هنا بيساوي ايه؟ فرق الجهد بيساوي شدة التيار في مين؟ في المقاومة. تمام. المقاومة كام؟ ثابتة ب8. شدة التيار بكام يا بابا؟ ب4. 4 في 8 بكام؟ ب32 فولت. تعالوا نعيد عليها تاني كده في الدائرة المقابلة دي كده يا ولاد. إذا كانت قراءة الأميتر ب5 أمبير، تمام، قلناها كده، يبقى الأميتر 5 أمبير، وقراءة الفولتميتر بكام؟ ب20. تمام. وعند تحريك زالق الريوستات أصبح فرق الجهد، أصبح قراءة الأميتر ب8، يعني زاد. معنى إنه زاد يعني كده المقاومة إيه؟ قلت.
طب احسب فرق الجهد بين طرفي المقاومة الثابتة. طبعا احنا عارفين المقاومة قلناها بكام؟ مش ب8 يا ولاد، هنجيب المقاومة. هنجيب ايه؟ المقاومة. المقاومة بتساوي ايه؟ بتساوي فرق الجهد 20 على كام؟ على 5 فيها اللي كام؟ الأربعة. يبقى كده المقاومة ب4. تمام؟ والأميتر قراءته بكام؟ ب8. 8 في الأربعة ب32 فولت. ده علامة صح وغلط. يتكون راسب أبيض عند تفاعل كلوريد الصوديوم مع نترات الفضة. طبعا عبارة صحيحة. عند وضع قرص فوار في ماء بارد يحدث فوران سريع. غلط، بالعكس. دائرة كهربية تحتوي على مقاومة ثابتة، فإذا زادت شدة التيار المار للضعف فإن المقاومة تقل. طبعا طالما ثابتة لا تتغير، يبقى عبارة خاطئة. وضع على أسس وراثية. وضع على أسس وراثية. تزاوج ذبابة الفاكهة كلاهما طويل الجناح، وكان الناتج 45 طويل الجناح و15 قصير الجناح، علما بأن طويل الجناح يرمز له بتي كابيتال وقصير الجناح بتي سمول. يبقى أنا هقول له هنا تي كابيتال تي سمول تي كابيتال تي سمول، دول البيرنس. الجاميطات تي كابيتال تي سمول تي كابيتال تي سمول تي كابيتال تي سمول. معلش، تي كابيتال في تي كابيتال تبقى تي كابيتال تي كابيتال، تي كابيتال في تي سمول تي كابيتال تي سمول، تي سمول في تي كابيتال تي كابيتال تي سمول، تي سمول في تي سمول تي سمول تي سمول. كده الافراد ظهرت بكام يا ولاد؟ بنسبة 45، وكان الناتج 45 طويل الجناح فعلا، و15% كام يا ولاد؟ 15% قصير ايه؟ الجناح. 45 طويل الجناح و15% قصير الجناح. اذكر أهمية الطاقة النووية تستخدم في البحث والتنقيب على ايه؟ على البترول. النقطة اللي بعد كده يا ولاد على بركة الله تعالى بيقول ايه فيها؟ بيقول إيه الشكل المقابل أصيبت تضخم الرقبة، يبقى دي الغدة الدرقية. ما اسم الهرمون الذي يسبب نقص ظهور هذه العرض؟ الساركوسين. وكيف يتم الاتحاش المرض؟ تناول طعام به ايه؟ يود. عند تزاوج نبات بازلاء. عند تزاوج نبات ايه يا اولاد؟ بازلاء. عند تزاوج نبات بازلاء. تاني نقول المثال الاعلى يا بابا كده، بنقول ما الغده التي تضخمها غده درقيه؟ الهرمون المتسبب السرايكوسين، وده بسبب ايه؟ اليود. عند تزاوج نبات بازلاء احداهما بذور صفراء هجين والآخر بذور خضراء هجين، تكون النسبة 50 بذور خضراء 50 بذور صفراء. أي الأشكال الآتية يمثل مجموعة من أعمدة متماثلة؟ طبعا د. المادة تفقد إلكترون أكثر، ده عامل مختزل، يستخدم في عملية الطلاء، يتم نقله مسافات قصيرة متغير الشدة ينتج دينامو. طبعا ده لأن ده تيار مستمر، أما الباقي تيار متردد. ماذا يحدث لكتلة ثاني أكسيد المنجنيز المضاف إلى أكسيد الهيدروجين؟ ده عامل حفاز لا يتغير في الكتلة. ما العلاقة بين فيتامين A والإصابة بفقدان البصر؟ نقص الفيتامين أ هيؤدي إلى كثرة الإصابة بفقدان البصر. النقطة اللي بعد كده بيقول يا أولاد اختر الإجابة الصحيحة. اختر الإجابة الصحيحة من عمود A ما يناسبها ب B. مبدأ السيادة التامة أنا بوصلها باثنين، اللي هي ظهور الصفة السائدة في أفراد الجيل الأول. إنزيم الأكسيدز ده وصله عامل حفاز يزيد من تفكك فوق أكسيد الهيدروجين بواحد. القانون الأول من مندل اسمه انعزال العوامل. معدن البلاميديوم ده يستخدم كمادة محفزة في المحول الحفزي. صح وغلط في الدائرة؟ تقل قراءة الفولتميتر بتحريك الزالق من ب إلى ألف. أدي الزالق من ب لألف كده بقل إيه؟ بتقل المقاومة، بتزيد المقاومة، وبالتالي لما تزيد المقاومة هتقل الفولتميتر. ده عبارة صحيحة. لنا لقاء متجدد معكم في محافظة الفيوم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.